السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم عالم دار التلمساني. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الشهيوة اللي هي القرنينة. وهاد القرنينة هي فحال القنارية، كتشبه القنارية او الخرشوف، ولكن القرنينة فيها واحد اللذة هائلة كتر من نقولوا من القنارية والخرشوف. القرنينة موجودة عندنا نفاس بزايد. بالنسبة اللي ما تعرفوش شنو هي القرنينة، يعني في مدن عندنا في المغرب، بعد شي مدن ما تعرفوش شنو هي القرنينة، وعندنا في هذا الوقت ديال الربيع كتكون موجودة بكثرة وبزايد. باش ما نطولش عليكم غادي ندوز معكم الطريقة ديال التحضير والطهي ديالها. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تاخذوا المكونات والطريقة. بسم الله غادي نبدا. اول حاجة عندي هنا اللحم، انا خديت ديال الغنمي، وانتم يمكن لكم طيبوها حتى باللحم ديال البقري. والقرنينه هنا عندي بعد ما تنقات، وهي كتنقيه ديالها بحال اللي كنقيو القناريه والخرشوف. بعد ما نقيتها وغسلتها، عندي هنا قطه القرنينه. التوابل غادي نحتاج 2 ديال الفصوص ديال الثوم، كذلك غادي نحتاج معلقه صغيره الخرقوم، نص معلقه اليبسار، معلقه صغيره السكينجبير، والملحه على حسب الذوق. كذلك هنا عندي بصله مقطعاها رقيقه، وعندي كاس ديال زيت الزيتون. بطبيعه الحال القرنينه كتبغي زيت الزيتون، الا جينا نقولوا بالمليلتر يعني 80 مليلتر ديال الزيت، يعني انا دايره كاس صغير. هنا غادي ناخذ واحد الطنجره على نار متوسطه، غادي ندير فيها اللحم، وغادي نحك هذيك الثومه ديالي فوق ديك اللحم. اول حاجه غادي نديرها هي غادي ندير الزيت والتوابل، وغادي نشحر هاد اللحيمه مع ديك العطريه والبصله حتى تحمر لي ديك اللحم، كتشحر لي من 2 جهات، يعني كنحمروها في الزيت. بعد ما غادي نبقى مقابلاها، واحد السيده مصريه كانت سولتني قالت لي شنو هي في واحد التعليق شنو هي كنشحروا. هي كيف ما تقولوا نتوما بنشوح، يعني كنديروها مع الزيت فوق النار حتى كتشوح لنا، يعني حنا كنقولوا لها كتشحر. فبالتالي هنا ملي كنتشحر لي اللحيمه كناخذ ديك القرنينه بعد ما عندي مغسوله، وغادي نديرها فوق اللحم، وغادي نزيد عليها طروفه ديال الليمون مقطع دوائر، وغادي نضيف لها الماء يكون غليان. الكميه اللي غادي تغطي لي اللحم والوقت اللي غادي فيني هذاك الماء يكفيني في الطياب ديال اللحم بالقرنينه. غادي نغلق على الطنجره ديالي وغادي نخليها طيب. من بعد ما مرت تقريبا 45 دقيقه، يعني ساعه الا ربع، غادي نحل على الطنجره ديالي لان اللحم عندي طريه، والقرنينه كذلك في هذا الوقت كتكون طريه. هنا اللحم ها هي وجدت لي هي والقرنينه كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نقدمها معاكم في الطبق ديال التقديم اللي غادي نحضرو. انا هاد الطبق حضرته للعشاء، وفي سير الايام من غير رمضان كيمكن لكم تحضروها للغدا. فبالتالي هنا كنقدم الطبق ديالي وكندير اللحم من التحت، هو الاول كنديرو في الطبق، وعاد كنضيف له القرنينه من الفوق، ومن بعد غادي نزينها بواحد الليمون مصير الحامض مرقد، والزيتون حتى هو الحامض. وهكذا كنكون حضرت معكم الطبق ديالي. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وتطبقوه ان شاء الله في بيوتكم. وصلت معكم لاخر الفيديو، خليت لكم الراحه حتى الفيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.